الأمان حاجة جميلة جدا. إنك قاعد في بيتك وسط عيالك ده أمان. إنك قاعد في بيتك وبابك مقفول عليك ده أمان. طول ما الباب ده مقفول وانت جوه في شقتك ضامن ان محدش باصص عليك، ضامن ان محدش داخل عليك غير باستئذان. دايما بقول لعيالي بيتك ده مملكتك، ما ينفعش حد يتهجم عليها او يدخله، دي حاجة خاصة بيك. تمام؟ لما ولادي يقعدوا يذاكروا بالشكل ده ويبقوا قاعدين بالاستقرار ده يبقوا حاسين بأمان. لما يبقوا قاعدين في الهدوء ده يبقوا حاسين بأمان. الأمان ده شيء جميل جدا. فلما واحد يقعد مهدد إن في كل ثانية هيموت، صعبة جدا جدا. شايفين الدخان ده؟ دخان اهو، انا عارفة ايه مصدره، بس لو لقيت دخان طالع من شقتي هبقى قلقانة، هبقى خايفة على حياتي وحياة ولادي، خايفة على شقتي. امبارح وانا قاعدة البيت اللي جنبينا بيوضب، فسمعت رزعة جامدة قوي، دبة جامدة قوي، دبة جامدة. الدبة دي كأنها دخلت جوه قلبي، خفت قوي. قعدت شوية كده، انتي حتة دبة جنبك في العمارة اللي جنبك وانتي عارفة ايه مصدرها، قلقتي، متي، خفتي على عيالك. امال هم حاسين بايه؟ حالة الذعر اللي هم فيها كل ثانية. لما الطفل يقول انا مش عايز اموت، انا لسه عايزة اعيش. لما بتعيط مش بحرقة، بوجع قلب على عيالها اللي ماتوا. ولما ابن ينزل بيدور على ابوه وامه مش يلاقيهمش. ولما اطفال يتيتموا من اب وام. لما طفل رضيع يتيتم من امه وابوه واخواته. في ايه؟ ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ واخرتها ايه؟ عايزين نعرف اخرتها ايه بجد. النفسية بقت في الدمار من الناس كلها. الناس كلها نفسيتها دمار بجد. احنا في حالة ضياع. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.